السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون العجينة المورقة لاباط فايتي اللي حنحتاجوها بزاف في شهر رمضان الكريم. نديرو بها عدة مملحات، عدة أنواع من المملحات. العجينة راح نحتاجو فيها كيلوغرام من الفارينة، نصف كوب من الزيت، 20 غرام من الملح، 500 غرام من زبدة التوريق، وتقريبا من 420 حتى 450 غرام من الماء يكون بارد. أنا راح نعجن في بيتخا، اللي عندها بيتخا تعجن، اللي ما عندهاش تقدر دير باليد نورمال. نحطو المكونات الفارينة والملح والزيت مع بعض وشوية ماء، وراح نعجنوهم في البيترا حتى تتلم العجينة، تتشكل لنا كتلة، ما خليوهاش تعجن مليح، غير تتلم برك نحيوها. هنا السرعة برك راني زربت في الفيديو، سرعة ما ديباسيش رقم 2. هنا بعد ما تلمت لي العجينة راح نرش طاولة العمل بالفارينة ونحط العجينة تاعي نحلها. زبدة التوريق كنت بلاطيتها شوية باه نقدر نخدمها على العجينة. هنا نحلو في العجينة، راح نحلها على سمك 1 سنتيمتر. هنا بعد ما حليتها راح نحط زبدة التوريق، هاي السمك تاعها 1 سنتيمتر. بعد ما بلاطيت شوية زبدة التوريق نحلها مليح فوق العجينة. وراح نطوي الجوان تاع العجينة باه ما تخرجليش زبدة التوريق على اطراف من ومن، ونعاود نحلها. هنا راح ندير 2 طويات مضاعفة و2 طويات عادية. هنا عندنا انواع من المملحات، تحل كل مملحة والطوية نتاعها. هنا راح نخدم بهم لي مونشو لي ميني بيتزا. لي مونشو لي ميني بيتزا يحتاجوا العجينة عندنا 2 طويات مضاعفة و2 طويات عادية. هذه الطوية المضاعفة الأولى. نحلها الطوية المضاعفة الأولى، نعاود نرش الفارينة، نعاود نحل العجينة، نزيد لها الخطرة الثانية الطوية المضاعفة. الطوية المضاعفة هي نجبد طرف عجينة على اليمين وطرف العجينة على اليسار يكونوا متقابلين، ومن بعد نحط عجينة فوق عجينة كما راكم تشوفوا. هذه الطوية الثانية المضاعفة راح نخليها تريح 10 دقائق، حوالي 10 دقائق، ونعاود نولي نحلها باه ندير الطويتين العادية. هنا بعد ما حليتها، بعد ما ريحت 10 دقائق حليتها، هذه الطوية العادية نديرو نطبقو وحدة فوق وحدة كما راكم تشوفوا. نزيد نعاود نخليها تريح 5 دقائق ونعاود نحلها باه نديرها الطوية العادية الثانية. وهنا نكون كملت العجينة تاعي، اصبحت جاهزة. هنا نقدروا نخبيوها في الثلاجة كونجيلاتور، وقت اللي نحبوا نستعملوها. هنا قسمتها معاكم باه نشوفوا الطيات كيفاه تورقت. طيات ما شاء الله، وصفة ناجحة 100%. ووصفة العجينة المبرقة نفسها، تختلف فقط في عدد الطيات، مضاعفة وعادية. كما لي فولوفون اللي تحتاج دير نفس مقادير العجينة، ودير طيات، عدد طيات 4 طيات مضاعفة. هنا في الميني بيتزا ولي مونشو نديرو طيتين مضاعفتين وطيتين عادية.